Arthur Langston stands near the sarcophagus, slightly hunched. I'm so tired from searching and digging. I want to rest a little. Karim El-Masri stands a few steps away. عايز تبدأ تعمل قناة على اليوتيوب باللغة الإنجليزية وتكسب منها فلوس كتير وما بتعرفش ولا كلمة إنجليزي وما عندكش أي خبرة في المونتاج وشايف الموضوع صعب. أنا جاي لك بقى النهاردة من المستقبل عشان أحل لك الموضوع ده وأقول لك في البرنامج ده أو في الشرح بتاع النهاردة تحديدا إن شاء الله هتطلع مستفيد وهتقدر إن أنت تعمل قناة وتحقق منها أرباح وتقدر إن أنت كمان تكتب سكريبت باللغة الإنجليزية وفويس أوفر وتعليق صوتي بدون ما يكون عندك خبرة في أي حاجة. وعلى سبيل المثال زي القناة اللي ظاهرة قدامك دي مستر نايت مير، كل المحتوى بتاعه بالذكاء الاصطناعي، حتى الصوت اللي طالع في الفيديوهات مش صوته، ومع ذلك ملايين المشاهدات واقل ارباح بتطلع له شهريا من 150 ل 200 دولار. كل اللي عليك انك تعمله انك تتابع الفيديو ده للاخر عشان تستفيد وتشير الفيديو وتعمل لايك وسبسكرايب عشان غيرك برضو يستفيد. لو عايز تعمل محتوى باللغة الإنجليزية وتستخدم المحتوى ده على اليوتيوب وعايز المحتوى ده يكون مدعوم بصور متحركة وكمان فيديوهات وكمان تضيف صورتك على الشخصيات اللي انت بتعملها وبطريقة سينمائية، يعني كأنك انت بتمثل بالظبط. الموقع اللي بنتكلم عليه النهاردة انا كنت عامل حلقة مخصوص وبس ما كنتش متكلم عن ازاي ان انت تضيف فويس اوفر وازاي ان انت تعمل المحتوى بتاعك باللغة الإنجليزية حتى لو انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي او ما بتعرفش ان انت تعمل محتوى او ما بتفهمش في المونتاج. 3 حاجات دول الموقع ده حلهم لك وهتقدر ان انت تاخد الفيديو كده زي ما هو بالفويس اوفر جاهز وترفعه على اليوتيوب او على الفيسبوك بدون اي حقوق ملكية وكمان تحقق منه ارباح. فهنخش هنا على الموقع LTX وزي ما قلت لكم خش على الفيديو اللي فات مهم جدا عشان تعرف ازاي تسجل وازاي تخش على الموقع. فخلينا نخش في الموضوع على طول. احنا هنا كتبنا القصة بتاعتنا على شات جي بي تي، فانا قلت له عايز قصة رعب عن لعنة الفراعنة ومكتشفين آثار أثناء التنقيب ماتوا والكلام ده والقصة تكون حقيقية وباللغة الإنجليزية. وهناخد الكلام ده كوبي وبعد ما هنسجل في الموقع هنيجي هنا ننسخ الكلام في الجزئية دي كده وبعد كده هنقوم ضاغطين نيكست. وطبعا أنا لما جيت أعمل شرح للفيديو ده فكنت استهلكت زي ما قلت عدد الساعات بتاعتي كلها فاضطريت إن أنا أعمل موقع جديد. عملت اكونت جديد بالجيميل ودخلت عشان اسجل عشان يقدر ان هو يديني 60 دقيقة اضافي. هنا بيجيب لك الشخصيات بتاعتك اهي، تقدر ان انت هنا تعمل اي تعديل في الشخصية عن طريق ان انت تدوس اديت وتغير بقى عمر الشخصية، تغير الاسم بتاعه، تغير الملابس بتاعته اللي هو لابسها. فالتعديلات متاحة كلها هنا. بعد كده الابعاد بتاعه الفيديو وهنا الستايل عايزه سينماتيك، عايز الفيديو مش عارف انيميشن، عايزه 3D كرتون. وهنا تقدر ان انت تضيف الصورة بتاعتك عشان ينزلها لك في شخصية من الشخصيات دي. على سبيل المثال هتيجي تدوس على صورة كده وبعد كده تقوم دايس اوبن، بس طبعا لازم الصورة يكون وشك ظاهر فيها. انا الفيديو اللي فات كنت عامل الصورة بتاعتي وكنت بختار صورة وشي بس هو اللي ظاهر فيها وطلع لي الشخصية بتاعتي بالظبط. هنا نضغط نيكست بعد ما يخلص. هنا هو قسم لي القصة بتاعتي لكذا شابتر سينس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6. بعد كده هندوس ستارت. هيبدأ ان هو يحلل القصة بتاعتي على هيئة صور والصور دي هتكون صور ثابتة. هنا هو قسم لي الصور بتاعتي لكل سينس كل شابتر ل3 صور. تقدر ان انت تيجي هنا على علامة الزائد وتقوم دايس عليها وتضيف لو انت عايز تضيف يعني صورة زيادة للمقطع بتاعك او للمشهد بتاعك. طبعا انا مش عايز اضيف صورة، هنعمل باك. عايزين نحرك الفيديو نعمل له حركة سينمائية وعايزين نضيف له بقى الفويس اوفر. فسريعا كده برضو عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات عايزين ازاي نحرك الفيديو. فهنيجي هنا على كلمة generate motion وهنقوم ضاغطين عليها. اوتوماتيك هيعمل لي عملية معالجة للفيديو هيخلي الصورة دي صورة متحركة. ندوس بقى بلاي ونشوف الصورة بتتحرك ازاي. زي ما انتم شايفين الحركة بتاعت الصورة تحسها واقعية، بس طبعا الراجل ده هو طلعه من غير وش. برضو احيانا الذكاء الاصطناعي بيخرج. هنيجي على الصورة التانية دي واقعية جدا وهنعمل لها generate animation. وبعد كده نضغط بلاي. زي ما انت شايف الشخصيات بتتحرك بطريقة واقعية. نكبر عشان برضو تشوف الموضوع قدامك.
ودي كده الحركة بتاعة الشخصيات. تقدر ان انت كمان تغير في ابعاد الكاميرا وتغير في الحركة بتاعة الكاميرا. هنيجي هنا على كلمة تولز وبعد كده هنعمل كاميرا انجل، وهنا بتبدأ بقى تحرك الابعاد والحركة السينمائية بتاعة الكاميرا زي ما انت عايز. طبعا هنعمل هنا كنسل، انا مش عايز اعمل اي تعديل. هنيجي بقى لقصة الفويس اوفر. هتيجي على الدايلوج اللي موجود تحت كل شخصية هنا وهتاخده كده كوبي، وهتيجي هنا على الكاركتر دايلوج وهتقوم ضاغط عليها وتنسخ الكلام ده هنا. طبعا الكلام ده ما بيكونش دقيق قوي، انت تقدر بقى ان انت تألف او تكون مجهز الكلام بتاعك على شات جي بي تي، وتقدر تحط تحت كل صورة الكلام اللي عايزه يوصف المشهد اللي انت عايزه. بعد ما حطينا الكلام ده هنا هنبدأ ندوس بلاي عشان نشوف الكلام Arthur ازاي. Langston stands confidently near the sarcophagus, his lantern casting long shadows on the walls. طبعا انا مش عاجبني الصوت المسرسع ده، فهنقوم جايين هنا كده تحت ونغير الصوت اللي هو ارثر اللي بيتكلم ده، انا مش عاجبني صوته. نغير بقى لاي صوت تاني، توماس مثلا. I'd rather regret. Friends show their. Arthur Langston stands confidently near the. هنا بقى تقدر تختار اي صوت انت عايزه. Teach best. Arthur Langston stands وده كده confidently المشهد near the بعد ما عملنا عليه sarcophagus. الدايلوج. الدايلوج ده كأن كاركتر هو اللي بيشرح الشخصية، يعني معلق هو اللي بيعلق على الفيديو، هو اللي بيحكي الأحداث اللي بتدور بين الناس دي. لو انت عايز تعمل دايلوج بقى بطريقة تانية هتقدر ان انت تيجي على كل فيديو من دول وعلى كل صورة وتنسخ الكلام ده او تكتب انت الحوار اللي عايزه يتقال يعني. وهنا تقدر ان انت تضيف ساوند افكت، تكتب اي مثلا هورر مثلا، هو هيجيب لك كذا اختيار دلوقتي. وتضيف ساوند افكت على القصة بتاعتك. وهنا الستايل زي ما قلنا، الستايل ده اللي بتغير منه اللي عايز الفيديو سينماتيك، عايزه كرتون، عايزه انمي. يعني مثلا لو بتتكلم عن قناة اطفال فهنقوم دايسين 3D كرتون وندوس ابلاي، فكده عملنا القصة من قصة واقعية سينمائية الى قصة كرتونية او قصة اطفال زي ما انتم شايفين. وال 3D كرتون بصراحة بتاعها ممتاز جدا وحلو. بعد ما خلصنا الكلام ده كله عايزين بقى ان احنا نصدر الفيديو. هنيجي على كلمة شير هنضغط عليها وبعد كده هننزل تحت. احنا عايزين نصدر الكلام ده فيديو، فهنيجي هنا نضغط على كلمة فيديو. هنا لو انت عايز تعمل شير تو بروجكت ان انت تصدر الكلام ده مشروع، او ان انت تشيره كصور، وهتيجي تحت هنا هتلاقي الكلمة بتاعت فيديو دي مفتوحة، هتضغط عليها وتسيف الفيديو. وبكده نكون اتعلمنا مع بعض واحد من اهم المواقع وافضل المواقع بالذكاء الاصطناعي، اللي هو لو انت متعرفش اي حاجة في المونتاج او اليوتيوب هيطلع لك الفيديو بالشكل ده كده زي ما انت شايفه قدامك. وهتقدر ان انت تاخد الفيديو بالفويس اوفر اللي عليه تطلعه على اليوتيوب. ده لو انت عايز تعمل قناة اجنبية. لو مش عايز تعمل قناة اجنبية وما عندكش مشكلة ان انت تعمل فويس اوفر بصوتك، هتاخد الفيديو وتعمل التعليق الصوتي المناسب عليه او تكتب عليه كلام ثابت وتطلع الفيديو برضو على اليوتيوب. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله الفيديو الجاي في درس جديد وبرنامج جديد من برامج مواقع الذكاء الاصطناعي.